فيلمنا بيبدأ بشقة صغيرة موجودة في بدروم، وهناك بنشوف عيلة فقيرة بتحاول تعيش في المكان ده. الأب كان اسمه تايك، والأم تشونج، والبنت كونج، والولد كيوو، وكلهم كانوا شغالين في عمل علب البيتزا، بس كانوا بياخدوا مقابل قليل جدا يا دوب يكفي أكلهم، وكمان كانوا بيضطروا يدخلوا الحمام عشان يسرقوا شبكة واي فاي، وساعات برضو كانوا بيستخدموا شباك الحمام عشان يدخلوا منه دخان يقتل الحشرات، لأنهم مش معاهم تمن مبيد حتى لو كان الدخان ده هيأثر عليهم. في يوم واحد من صحاب كيوو اسمه مين جه وزارهم، وكان جايب معاه صخرة غريبة ملك لجده، وقال لهم ان الصخرة دي بتجيب الحظ والرزق، وبعدها قال لكيوو انه مسافر بره، وعرض عليه انه ياخد مكانه كمدرس لتعليم بنت عيلة غنية جدا. الحقيقة ان كيوو كان كويس جدا في الانجليزي، بس ما كانش معاه اي شهادة تثبت ده، فراح وزيف شهادة، ومين قال له انه مش هيحتاج ده لانه مجرد ترشيحه لكفاية، وخصوصا ان الام الغنية مش بتفهم قوي في الحاجات دي. وفعلا تاني يوم كيوو لبس احسن حاجة عنده، وخد الشهادة المزورة في ايده، وطلع على بيت عيلة بارك، وهناك لقى البيت جميل جدا وواسع جدا، فاستأذن من مديرة البيت مون، ودخل وقابل السيدة بارك. وفعلا زي ما مين قال له، بصت بسرعة على الورق ووثقت فيه، بس قالت انها هتحضر الدرس الاول مع بنتها عشان تطمن. وفعلا كيوو راح ادى الدرس لضهاي، وكانت متوترة جدا، وساعتها كيوو مسك ايديها عشان يهديها، بس ضهاي اتكسفت جدا. السيدة بارك كانت فرحانة جدا لان بنتها استجابت وفهمت الدرس كويس، وقررت انها تعين كيوو ودفعت له مبلغ كويس. وبعد الحصة قابل ابنها الصغير دي سونج اللي كان مهووس بلعبة الهنود الحمر. بعدها السيد بارك اخدت كيوو وورت له رسومات ابنها، وبالرغم انها كانت وحشة الا انه قال لها انها رسومات جميلة جدا. وقبل ما يمشي السيدة بارك ذكرت له ان مفيش ولا مدرسة رسم كملت مع ابنها، فعرض عليها ان بنت عمه جيسيكا الخبيرة في تعليم الاطفال تعلمه. وفي الحقيقة كان بيتكلم عن اخته كونج. وتاني يوم كونج راحت وهي لابسة احسن حاجة عندها، وبدأت تتكلم كأنها مدرسة رسم خبيرة بعد ما قرت كتير في العلاج بالفن وعلم النفس. وفضلت بعدها السيدة بارك تتكلم معاها. في نفس الوقت كيوو كان بيدي الدرس لدهاي اللي كانت غيرانة من علاقة كيوو بمدرسة الرسم، وكيوو فضل يحلف لها انه مش مهتم بيها. لما بننتقل من تاني لكونج بنكتشف انها قدرت تقنع السيدة بارك بتعيينها، وفعلا ادت لديونج درس الرسم. وفي نهاية الدرس السيدة بارك اقتنعت تماما بيها، وحست بتحسين كبير في مستوى ابنها. وقتها كونج عملت نفسها معالجة بجد، وورت للسيدة بارك شوية نعكشة فراخ من رسم ديونج على انها دلالة على حادثة عدى بيها في سنته الاولى، وقالت لها ان ابنها محتاج معالج نفسي. وطبعا السيدة بارك صدقت وعينت كونج وادتها فلوس كتير. في نفس اليوم بالليل السيد بارك وصل البيت واتعرف على كونج، وخلى السواق بتاعه يوصلها للبيت، بس بما انها عايشة في منطقة فقيرة ومش عايزة حد يعرف، طلبت منه يوصلها لمحطة القطر، وحطت متعلقات ليها في العربية قبل ما تنزل. العيلة الفقيرة كانت فرحانة جدا بمرتبات ولادهم، واخيرا بقوا ياكلوا اكل حلو وبدأوا يخططوا للخطوة الجاية. وفي نفس الوقت السيد بارك لقى متعلقات كونج في العربية، وساعتها شك في السواق انه بيجيب بنات في العربية، وكمان شك انه بيشرب مخدرات. ساعتها السيدة بارك راحت لكونج وسألتها لو السواق بتاعهم حاول يعمل معاها اي حاجة غلط، فقالت لها انها طلبت منه يوصلها المحطة، وهو كان مصر انه يوصلها لبيتها. وساعتها السيدة بارك قررت تطرد السواق ده عشان ما يعمل لهمش فضيحة او يتعدى على دهاي. وقتها كونج رشحت ليها عمها السواق الناضج المحترف، والحقيقة ان السواق ده كان ابوها. تايك راح الشغل وساق عربية السيد بارك، والسيد بارك اعجب بيه جدا. سواق هادي شاطر عارف كل حتة في المدينة بدون GPS، حتى ان الكوباية اللي في ايد بارك ما اتحركتش لما تايك بياخد مطبات، وطبعا عينوه. الجزء الاخير من الخطة بقى كان الاصعب لانه كان طرد مون مديرة البيت وشاطرة جدا وعارفة كل حاجة في البيت، وشغالة فيه من ايام العيلة اللي قبل عيلة بارك. بس حصلت صدفة غيرت الدنيا. كيوو عرف من دهاي ان مون عندها حساسية من الخوخ، وبسبب ده منعين دخوله للبيت. فرجع كيوو للبيت وجاب الشعر الرفيع اللي فوق الخوخ، وبالتالي اصيبت بالحساسية، وفعلا راحت تكشف عند الدكتور، بس ما كانتش حاطة في دماغها موضوع الخوخ ده لانها ما اتعاملتش معاه. وهناك تايك كان مستنيها وخد لها صورة في عيادة الدكتور. وبعدها تايك اخد الصورة وراح وراها للسيدة بارك، وقال لها ان مون عندها سل، وكمل خطته بانه كان بيحط كاتشب على المناديل اللي مون بتكح فيها كأنها بتكح دم، وده من علامات السل.
السيدة بارك كانت مكسوفة جدا من جوزها لأن هي اللي أصرت على وجود مون وعدم تبديلها، فراحت لتايك وطلبت منه ما يقولش لبارك، وفعلا وعدها بده. وتاني يوم السيدة بارك طردت مون بأي عذر وقالت لجوزها إنها استقالت. بارك بقى اتكلم مع تايك واشتكاله إن مون مشيت وحاليا مفيش حد يطبخ لهم أو يغسل لهم، فاداله كارت الوكالة بتعين ناس بيشتغلوا نفس الوظيفة، وقال له إن الوكالة دي كويسة جدا وهو نفسه كان شغال معاهم زمان. وفعلا بارك اشترى كلامه. الحقيقة بقى إن الرقم اللي مكتوب على البطاقة كان رقم تاني لكونج، ولما السيدة بارك اتصلت بيها عملت نفسها موظفة في الوكالة المضروبة دي وعينت أمها مكان مون. دلوقتي عيلة تايك بالكامل في بيت عيلة بارك، والغريب إن دي يونج الصغير قدر يحدد إنهم نفس الريحة، بس محدش خد بكلامه لأنه طفل صغير. في يوم عيلة بارك سابوا البيت وراحوا في رحلة، وبمجرد ما خرجوا تشونج كلمت بقية العيلة وراحوا قعدوا في بيت عيلة بارك وأكلوا كل الأكل وشربوا كل حاجة وناموا في السراير. بس اللي كان نمس فعلا هو كيوو، لأنه أخد مذكرات دهاي وقراها عشان عايز يتقدم لها. وبالليل كلهم كانوا قاعدين وفي عاصفة قامت، وفجأة سمعوا صوت خبط على الباب، وكانت مون اللي بتخبط وقالت إنها نسيت حاجات وجاية تاخدها، فاستخبت كل العيلة وتشونج فتحت لها ونزلت مون بسرعة للقبو. بعد شوية تشونج حست إن مون اتأخرت فنزلت بسرعة تشوفها، وهناك لقت إن مون بتحاول تحرك دولاب معين وساعدتها في تحريكه عشان يتكشف بعدها باب مخفي ورا الدولاب وتنزل مون فيه بسرعة. الحقيقة إن الباب ده كان مخبأ نووي صممه مهندس البيت عشان الهجمات المفاجئة، وعيلة بارك ما كانتش تعرف عنه حاجة. وبنكتشف ساعتها إن مون مخبية جوزها المتأخر عقليا فيه من سنين، ومن وقت للتاني كانت بتنزله أكل، وحاليا هي جت لأنه كان هيموت من الجوع، وكانت عارفة إن عيلة بارك مش موجودة، فجت النهاردة وطلبت من تشونج تسيب جوزها في البيت وتنزله أكل من وقت للتاني، حتى إنها عرضت فلوس عليها. وقتها تشونج رفضت وطلعت تليفونها عشان تبلغ الشرطة عنها، وفجأة عيلتها كلها وقعت من على السلم لأنهم كانوا بيحاولوا يتجسسوا عليهم. في اللحظة دي مون طلعت الموبايل بتاعها وصورتهم وهم بينادوا بعض بأسمائهم الحقيقية، وكمان أثبتت إنهم عيلة واحدة، وبقت مون هي المسيطرة على الوضع. وساعتها هددتهم إنها تقول لعيلة بارك لو ما عملوش اللي هتقول لهم عليه. وقتها مون قعدتهم في جنب وفضلت تشتم فيهم لأنهم فوضويين وبوظوا الدنيا، وفي المقابل كانت بتراعي هي البيت وبتستعمله كويس لما كانت عيلة بارك بتمشي. وفجأة عيلة تايك هجمت عليها هي وجوزها وأخدوا منها التليفون، وكيوو مسح الفيديو، وكونج حطت الخوخ في بق مون. وفجأة جرس التليفون رن وكلهم اتجمدوا في مكانهم. تشونج ردت على المكالمة واتفاجئت لما لقت السيدة بارك بتطلب منها تحضير العشاء لأن العاصفة بوظت عليهم الأجازة وحاليا هم راجعين في الطريق. وبمجرد ما تشونج قفلت المكالمة عيلة تايك اتحركت بسرعة البرق وبدأوا يرجعوا البيت زي ما كان، وحبسوا مون وجوزها في القبو من تاني. وفجأة رجعت عيلة بارك قبل ما يهربوا، فاستخبى كيوو تحت سرير دهاي وكونج تحت الترابيزة، وطبعا تايك كان في القبو مع مون وجوزها عشان ما يهربوش. بعدها السيدة بارك بدأت تحكي لتشونج إن دي سونج كان جعان في يوم فنزل البدروم عشان يجيب أكل، وهناك قابل شبح غريب ومخيف واللي هو في الحقيقة كان جوز مون، بس محدش يعرف بالموضوع ده. المهم إن دي الحادثة اللي أثرت على دي سونج لأنه يومها اتشنج وطلع رغوة من بقه. في نفس الوقت كيوو كان هيعملها على نفسه لما كلب دهاي وقع تحت السرير، بس لحسن الحظ إنها مدت إيديها خدت الكلب بدون ما تنزل. وبعدها العيلة اتجمعت كلها عشان تهرب، لكنهم فجأة سمعوا صوت دي سونج بيصرخ فاستخبوا تحت الترابيزة بسرعة. والحقيقة إنه كان عايز يخيم في جنينة الفيلا، وبارك ومراته سمحوا له بده، بس هيناموا على الكنبة عشان يخلوا بالهم منه. طبعا العيلة كلها محشورة تحت الترابيزة، وأول ما عيلة بارك ناموا طلعوا جري على بيتهم في نص المية، واكتشفوا إن البيت كله مليان مية لأنهم عايشين في بدروم. فأخدوا كل المهم في البيت وراحوا باتوا في مكان فتح أبوابه للمشردين اللي العاصفة غرقتهم. كيوو جاب معاه الصخرة ونام وهو حاضنها لأنه كان مقتنع إنها هتجيب له الحظ، خصوصا بعد ما أبوه قال له إنه ما عندوش خطة يتصرف بيها مع مون وجوزها. في نفس الوقت بنكتشف إن مون ماتت بسبب وقعتها على السلم، واللي وقعتها كانت تشونج. وفضل جوزها يبعت رسائل بإشارات مورس لدي سونج لأنه مش عارف يتكلم لأن تايك ربطه بقماشة حوالين بقه. ساعتها دي سونج قدر يفك الشفرات بس ما كانتش عاملة جمل ليها معنى، وانتهى اليوم وهو مش قادر يوصل لدي سونج أي معلومة. وتاني يوم السيدة بارك قررت تعمل حفلة
بمناسبة عيد ميلاد دي سونج، وطبعا كان لازم العائلة تايك يجهزوا الدنيا. الأب والأم كانوا بيساعدوا في إعداد الحفلة، والابن والابنة كانوا معزومين كضيوف. وفي الحفلة تايك وبارك لبسوا هنود، وده لأن دي سونج بيحب الهنود. وبعدها كيوو أخد الصخرة بتاعته ونزل بيها للقبو، وهناك لقى مون ميتة وجوزها واقف مستنيه. وفجأة جوز مون هجم عليه وكان هيموته، ولما كيوو حاول يهرب جوز مون شده بحبل من رقبته وقعه على الأرض، ورمى الصخرة فوق دماغه ومسك سكينة وخرج. ولما جوز مون خرج بالسكينة قتل كونج لأنه كان عايز ينتقم لمراته. ولما دي سونج شاف الشبح اللي شافه المرة اللي فاتت أغمى عليه. وبعدها ضهاي لقت جسم كيوو وشالته على ظهرها وفضلت تصرخ عشان حد يساعده. ساعتها تايك راح بسرعة على بنته وحط قماشة على جرحها عشان يوقف النزيف. وتشونج قتلت جوز مون بسيخ مشاوي. أما بارك بقى فما كانش مهتم بالفوضى دي، وأمر تايك إنه يوصله هو وابنه للمستشفى بسرعة بغض النظر عن إن موظفينه ميتين. لكن تايك اتعصب عليه ورماله المفاتيح وقال له سوق لنفسك. المفاتيح وقعت تحت جوز مون، ولما بارك راح ياخدها غطى مناخيره عشان ريحته وحشة. وساعتها تايك شافه واتضايق من الحركة جدا ومسك سكينة وقتله بيها. وبعد أسابيع بنعرف إن كيوو عمل عملية في دماغه أثرت عليه وخلته يضحك على أي حاجة. وكونج ماتت وأبوه هرب، وهو وأمه بيتحاكموا بتهمة النصب، بس أفرجوا عنه لأن التهمة الأساسية كانت القتل وهما الاتنين ما قتلوش، بس الشرطة حطتهم تحت المراقبة. وبعد شهر من الأحداث دي كيوو بطل يضحك والمراقبة اتشالت من عليه هو وأمه. وبعدها بنشوفه وهو بيراقب بيت عيلة بارك واللي اشترته عيلة ألمانية حاليا. وفجأة بنكتشف إن في حد بيستخدم النور عشان يعمل شفرة موريس. الحقيقة إن ده كان والده، وهو كان مستخبي في البدروم من يوم الحادثة، وكان بياكل من المطبخ بعد ما أهل البيت يناموا، وكان بيعمل الشفرة دي كل يوم على أمل إن ابنه يشوفها. وفي نهاية الفيلم بنشوف كيوو وهو بيكتب رسالة لوالده وبيقوله فيها إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يجيب فلوس ويشتري البيت. وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.